بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس الاولاني للصف الثالث الاعدادي، النسب المثلثيه للزاويه الحاده. رقم واحد، لازم المثلث يكون قائم. رقم اثنين، لازم الثلاث اضلاع بتوع المثلث يكونوا موجودين. الزاويه اللي هتكلم عليها، لو هتكلم على زاويه ج عربي او لغات سي، يبقى جت عليه زاويه بتساوي مجاور على وتر، اللي هو الجسر على الهايبوتن. طب لو عايز اجيب الجا مقابل على وتر، ده عربي، اللي هو الاوبزيت على الهايبوتن. طيب لو عايز اجيب الظل مقابل على مجاور، اللي هو الاوبزيت على الادجسنت. ما علينا من ده كله، انا مش عايز حفظ للولد، انا عايز حاجه ملموسه. الثلاث اضلاع عندك؟ الثلاث اضلاع عندي. كوزين جتا جيم بالعربي معناها ايه على الاله الحاسبه؟ معناها كوزين. اول حرف فيها السي. طيب انا عايز لو بحط حرف السي على زاويه جيم كده، هذا حرف السي. خط العين، خد المجاور وخد الوتر، يعني هنكتب 5 على 13، يبقى ادي ال5 اهي على ال13 من غير ما احفظ. طب لو عايز اجيب جتا الف، حط حرف السي هنا اهو، حرف السي اهو، بس مش تنسى انك هتكتب الصغير على الكبير، يعني هتساوي 12 على 13. الولد ما حفظش. طيب لو عايز اجيب الساين يا مستر، يعني عايز اجيب الجا. جا جيم عباره عن ساين. اول حرف الاس، اول حرف هو الاس. تعالى ما نعمل حرف الاس كده اهو، يعني هكتب المقابل على المجاور، يعني هتساوي 12 على 13. طب لو عايز اجيب الثاني يا مستر، طب ما هو الثاني ده اول حاجه خالص ظا جيم، الثاني اول حرف فيها حرف التي، تاني حرف التي. طب ما هو ده حرف التي اهو، حرف التي اهو حرف التي اهو، يبقى هقسم المقابل على المجاور، يبقى المقابل 12 على 5 من غير ما احفظ الولد. يبقى حرف السي كوزين ياخد الضلعين في الزاويه، مجاور الوتر. طيب حرف الاس ياخد المقابل على الوتر، ده 16. طيب حرف التي اللي هو تان اخد المقابل على المجاور. اشوفكم في فيديو اخر سنتين.